السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اخواني اخواتي، كيف حالكم؟ ان شاء الله تكونوا بخير ورمضان مبارك سعيد عليكم وعلينا جميعا. اقتراحي اليوم هو بريوات او قنينطات او السيجار بالجبن والسبانخ. بسم الله على بركة الله. ناخذ زيت زيتون نحطه في مقلاية هكذا او طنجرة. ناخذ السبانخ اللي غسلناه ونظفناه وقطعناه وبخرناه تمام. نحاول نخلطوه مع الزيت نسخنوه تمام. هنا بنضيفوا له بطاطا مسلوقة، بطاطس مسلوقة ومهروسة. نحاول نخلطها مع هذه الحشوة تمام. نضيف الكمون، ملعقة كمون وثوم بودر وكزبر مطحون. الملح ما نضيفوش ملح لانه اصلا السبانخ مالحة والجبنة كذلك تكون مالحة. ودابا نشف من الماء مزيان ونخليوه على جنب. ناخدو الورقة ديالنا اللي جبناها من المحل، نحاولوا نقسموها على 2 على 2 باش تسهل علينا الشغل. تمام. ناخدو كل قسم نبرموه على 3، يعني بهذا الشكل بيجينا سهل للشغل والتقطيع. يلا نقصوه بيطلع هكذا مثلثات. نكمل كل القطع هكذا ونجمعوها في البلاستيك باش يبقى رطب ما ينشفش، يبقى رطب. طبعا ناخدو هذه الحشوة تاعنا وناخدو الجبن. طبعا انا الجبن اخذت هذا الجبن فخوماج بلون بالثوم والكزبرة، يسهل عليا الحشوة تعطيها مذاق. اخذت منه كيلو ما شاء الله. هذا النوع جيد جدا في الحشوات وما يخرجش من وقت تكون كيطبخ ما يخرجش من الورقة، لانه كاين فيها بطاطا، حتى البطاطا مع الحشوة تشد الورقة. المهم نخلطوه مزيان، نخلطوه مزيان 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 تدخل الحشوة كاملة مع الجبن. تكون هذه هي النتيجة الأخيرة. ودابا ناخدو الورقة ديالنا ونبداو في الشغل. بسم الله على بركة الله. نبداو في تجهيز الوريقات مثلثات اللي يعطيونا الشكل السيجار، ونكونوا مجهزين الطحين مع الماء يساعدنا على شد الورقة هكذا. هكذا بتصير، هكذا بتكون تمام في اللفة. ونديروا لها الطحين مع الماء، نضغطها تمام. نكونوا مجهزين بوكس هكذا نديروا فيه بلاستيك من تحت عشان يسهل علينا نرفعوها ملي نبغيو ناخدوها تيجينا سهلة. هذا شكل ثاني او واحدة ثانية يعني.
نحاول نصلحها مزيان، لما نشوفوها مش مستويه نسويوها مزيان ونحطهم جنب بعض. نزيدو شكل ثالث او واحده ثالثه. دائما طحين. نحطهم جنب بعض. بسم الله ما شاء الله. خلصنا الطبقة الأولى ونحط البلاستيك. هذا البلاستيك دائما يحفظ لنا بين الطبقة والثانية ما يلتصقوش، وأول ما نحطوهم مباشرة في المجمد ما نحتاجوش يعني نجمدوا كل طبقة وحدها وبعدين نرصهم، لا نعمل هكذا، ولما نريدو نبغيوهم نطلعوهم مرة واحدة، يعني نطلعوا البلاستيكة مرة واحدة ويكون الثاني محفوظ ويكون الشكل هكذا ما شاء الله. بسم الله ما شاء الله. في الآخر نحطهم في المجمد طبعا إلى وقت الاستعمال إن شاء الله. طبعا أنا بفرزهم، غادي نفرزهم لرمضان إن شاء الله. وهذا الشكل النهائي، ونزيد لهم بلاستيكة من فوق تاني بين الطبقة والغطاء باش ما يتكونش يعني بخار أو ماء أو أي شيء. نقول بسم الله ما شاء الله ولا قوة إلا بالله. ولو وصلتوا حتى لهنا أشكركم كثير على التتبع ديالكم لقناتي والوصفاتي، وشكرا للدعم ديالكم الدائم تشجيعكم إن شاء الله. اللي ما اشتركش يشترك، واتمنى الفكرة تعجبكم ان شاء الله، وبإذن الله تاني نلتقوا في وصفة تانية. ورمضان مبارك سعيد علينا وعليكم وعلى المسلمين كافة يا رب العالمين، بالمغفرة والرحمة والعتق من النار وتقبل للطاعات ان شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.